السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات هنا عندي تحضيره يعني نعتمدها هكا في القليان. نديرها جربتها الحق قد بليزيغ فوا. اليوم قلت نشاركها معكم. واش عندي هنايا بطاطا قليتها، درتها هكا مكعبات وقليتها. عندي هنايا فلفل حلو تاني قصيته هكا شرائح وقليته. عندي هنايا تاني بيطنجان تاني درته مكعبات وقليته. وكما عندي تاني طماطم. هنا في هذه المقله حطيت من كل حاجه زيت 6 حبات يعني تاع خضر وقليتهم. وهنا ثاني درت 2 حبيبات طماطم. واش نديرو كي قليت الطماطم وخلصت وهادو ثاني ها مقليين نديرهم كامل مع بعضهم نخلطهم. هذه بطاطا كما نعود راح نقلي حاجه نملحها عادي، غير الطماطم ندير لها ثوم وفلفل كحل. عندي هنايا فلفل حلو. دوك شوفوا البنات نخلط كلشي في بعضه. زيدوها يعني اللي عندها ثاني بصله تحط البصله ثاني تقليها جريبات يعني الخضر اللي عندك كامل تقدري تخلطيهم كامل مع بعضهم يعني توجد يعني بالخف. سيرتو كي تعودي محضرتهم كامل تغسليهم كامل قطعيهم كامل ومن بعد تقلي كل حاجه وحدها. ولا عندك 2 مقلات ولا عاوني ديري بزوج انواع. شوفوا البنات انا هنايا نخلط كلشي في بعضه. كيما هكا تعدلي برك السطح كيما راكم تشوفوا. لازم ندير سطح مستوي. شافوا البنات دوكا البنات انا هنايا عندي هذا الفرماج، عندي هذا الطري يعني فرماج تاع الطري، وعندي هذا غابي. دوكا واش ندير نحط هادو الحبيبات على الفرماج يعني نوزعو كيما هكا. ومن بعد البنات هذا الفرماج اللي مربي نزيد نحطو هكا. على قد ما تكثر الفرماج على قد ما راح تجيك بنينه. كيما راكم تشوفوا. دوكا واش نديرو هنا دوكا نجيبو 2 عظمات ولا 3. هنا عندي 3 حبيبات عذار. البنات نخلطوهم هكا شويه. هنا ما نقدرش نحطها ديريكتومون المقله حتى يسخنوا لي المكونات. باش كيسخنوا المكونات كنحط العظام يطيبوا طول ما يقدروش يطيبوا في البارد. لازم نسخنوا شويه المقله كيما هكا. دوك نحطوا لنا نسخنوا هكا المكونات هادو كامل. دوكا البنات كي سخنوا لي هاد المكونات كامل مع بعضهم واش ندير كنصب هادو العظام كنصب هادو العظام البنات ونحطهم نخليهم يديروا نخليهم يجمدوا. بصح الحاجه اللي لازم ديروها هي انك تغطي هكا وتخليه
خليوها هي لازم باش يطيبوا لكم العظام لازم هكا تغموهم وتخليو الغاز تنقصوا فيه خلاص. من بعد كي توليو تلقاو هذاك الفرماج جمد والفرماج داب والعظام هذوك يجمدوا عليها. دوكا هكا تخليها يطيب شويه ومن بعد نرجعوا لها. البنات حبيت نعت لكم النهايه تاع هذا الطبق، شوفوا كيفاه يجي منولي كما نقولوا حنا بنا ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها وتردوا لي بالخبر.